السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين الفراخ بقى التحفه دي؟ تعالوا اقول لكم على مقاديرها، سهله وبسيطه. اول حاجه انا جبت ميه اسلق فيها الفراخ. بصوا، جيبوا فرخه كامله، جيبوا دبابيس فراخ وهتنفع بده او بده. عندك صدور بانيه هتنفع بيها، بس احنا عايزين يعني هتشوفوا معايا الخطوات بقى كده واحده واحده. نزلت الفراخ طبعا، غليت ميه، حطيت فيها طماطمايه وبصلايه وحبهان وفلفل اسود صحيح، ده كله ده حب. نزلت بالفرخه زي ما قلت لكم كده. بعد ما نضفتها طبعا غسلتها كويس ونقعتها، بنقعها بليمون وطحينه ودقيق، بتبقى تحفه يا جماعه، ما فيهاش روح الزفاره خالص. اهي انا هبتدي بعد ما غلت المية حطيت فيها الفرخة، هتتسلق بقى جامد، واحط فيها الملح طبعا. وبعد كده تاني خطوة جبنا بطاطس، هبتدي اقشرها عشان نسلق البطاطس دي. هقول لكم على الفراخ اللي جبتها في اول فيديو، هقول لكم بقى على خطواتها انا عملت فيها ايه. هبتدي اقشر البطاطس كلها بقى دي، وهبتدي اجيب مية قصدي كنت بغلي مية، وهبتدي انزل فيها البطاطس دي بعد ما نضفتها طبعا كويس وقشرتها. قطعوها بالسمك الصغير عشان تستوي بسرعة، ما تاخدش وقت معاكم. قطعوها مكعبات صغيرة، اي حاجة سمكها يكون صغير بس بحيث ان هي ما تاخدش وقت على هي وتتسلق. بعد ما خلصنا كده التقطيع، في واحدة تاني. طبعا كنت في الوقت ده بغلي مية عشان انزل فيها البطاطس على طول اللي قطعتها. هي خطواتها شوية كتيرة بس حلوة، يعني هتعجبكم، هتعجب اطفالكم جدا على فكرة. غليت المية، هبتدي انزل فيها البطاطس طبعا، حطيت فيها رشة ملح، هتبتدي تتسلق بقى مع الفرخة طبعا، والفرخة بتتسلق في نفس الوقت. طبعا لو في اي ريم ولا اي حاجة طلعت على وش سلق الفرخة ببتدي اطلعها يعني. بعد ما اتسلقت الفرخة هتسيبها تهدى خالص طبعا، وفي الوقت ده البطاطس اتسلقت برضو. هبتدي اهي ببتدي اهري البطاطس خالص. اهي بعد ما اتسلقت طبعا، اتسلقت سلقة كويسة، خلوها خلوها كتير على البوتاجاز لحد ما تتأكدوا ان هي اتهرت خالص. طبعا الفرخة طبعا هقطعها بسمك صغير خالص، بس في الاول هوريكم ازاي. هبتدي اقطعها قطع صغيرة خالص، يعني اصغر من القطع اللي انا بوريها لكم دي. لو تقدر، انا صغرت عن كده على فكرة، انا جبت بالمقص وقعدت اقصص حتت صغيرة خالص عن كده بعد ما نضفت الفرخة كلها. اهو صغرتها زي ما قلت لكم اصغر من كده. اهو بصوا، يعني زي ما قلت لكم قطعتها كده، بس انا جبت المقص وقطعتها اصغر من كده كمان، بحيث ان انا عاوزاها تبقى زي المفروم كده شوية. العظم بتاع الفراخ ما ترموهوش، هنبتدي نشكل بيه. اي عظم في الفراخ سيبيه ما ترموهوش.
اهي بعد ما قطعتها صغير خالص، والبطاطس طبعا فرمتها، جبت جبنه موتزاريلا على شيدر. هنبتدي نخلط المكونات كلها على بعض. الفراخ هحطها على البطاطس، وهجيب الموتزاريلا على الشيدر. اي نوع جبن عندك حطيه، تبقى حلوه هي على فكره بالجبن، بتسيح بتنط، ويبقى طعمها جميل في الفراخ. هنحط بقى بابريكا، معلقه صغيره كده بابريكا، وتوم باودر، بصل باودر، وملح وفلفل، وسنه بهارات. تظبطي الملح بتاعها. هبتدي نعجنها بقى زي اكنك بتعجني عجينه. توم باودر وبصل باودر وهالملح، وزي ما قلت لكم سنة بهارات معاها. هنبتدي ونحط الجبن، ونبتدي نعجن بقى العجينة كلها مع بعض، الفراخ مع الجبن مع البطاطس. زي قلت لكم اي عظم بتاع فراخ ما ترموش، ويستحسن لو جبتوا كمان دبابيس فراخ وعملتوا الطريقة دي، عشان بيكون فيها يعني هتعملوا الفراخ بكمية العظم اللي موجودة في الدبابيس. هبتدي اعجنها كده كويس. اتاكد ان هي بقت عجينه يعني عارفين زي ما بنعمل معجنات، احنا عايزين نخلط المكونات دي كلها على بعض. هي بعد ما اتعجنت كويس، هجيب زي ما قلت لكم العظم بتاع الفراخ. طبعا لو ما فيش العظم، لو عملتوها صدور ولا اي حاجه، ممكن نشكلها زي بين الشركات اللي هو المدور ده او المربع. بصوا العظم. هنبتدي نجيب كرة من العجينة بتاعة الفراخ والبطاطس والجبن اهي، نبتدي نشكلها بقى على هيئة دبوس. زي دبوس الفرخة دي، اسمها فراخ توم اند جيري، بتبقى زي دبوس الفرخة بالظبط. احنا شاكلينه طبعا واحنا عاملينه بايدينا، فاهميني؟ تبقى طعمها جميل يا جماعة، بجد تحفة جدا، هتعجبكم. طبعا زي ما قلت لكم، لو ما فيش العظم ممكن نعملها. هوريكم يعني هشكلها ازاي، زي بانيه الشركات، وزي البانيه اللي احنا بنشتري من عند بتاع الفراخ. يعني شكلي التشكيلات اللي انت تحبيها، اعملي حروف لأولادك. ممكن تجيبي تشكيلة حاجات مدورة كده، بلاستيك على أشكال حيوانات، ممكن تعمليها لأولادك، بتبقى تحفة، وبيبقى طعمها جميل، وأولادك هيحبوها جدا، وعلى طول هيطلبوها منك، وهتعملها لهم عشان من جمالها أصلا. وهي يعتبر فيها خطوات كتير بس سهلة على فكرة، هتعجبكم، انتوا هتحبوها جدا. هبصوا هتبتدوا تشكلوها الشكل اللي انتوا حابينه بقى، اي شكل انتوا حابينه ابتدوا تشكلوها بنفس الشكل اهو. شايفين بقى؟ زي ما بقول لكم هبتدي اشكل بنفس التشكيله اهي. بعد ما شكلت بقى زي ما قلت لكم، شكلت بالتشكيل اللي انتوا حابينه. وعملت العظم الصغير ده بفراخ زي بوب كورن كده صغيره خالص. بعد كده جبت بقى التغليف الخارجي قبل القلي، كنت جبت طاسه وحطيت فيها زيت، وحط دقيق، وجبت بيضتين حطيت عليها ملح وفلفل، حبه ملح صغيرين يعني كده، وفلفل اسمر. وده جبت بقسماط بقى. جيبوا بقسماط، جيبوا اي حاجه اللي هو البوب كورن بتاع الاطفال يعني، من عند بتاع التوابل. جيبوا اي حاجه كده بيحبوها اطفالكم، ممكن تغلفوا بيها، كريسبي بقى، بوب كورن، اي حاجه. اهي ابتدي بقى ننزل بقى اول حاجه على الدقيق والبيض والبقسماط طبعا.
هنبتدي نعمل تشكيلة بنفس الطريقة، دقيق وبيض وبقسماط، وبعد كده نبتدي نقليها. بتبقى طعمها تحفة يا جماعة في القلي، والجبنة بتكون ساحت والفراخ بيكون طعمها جميل. وجربوها هتعجبكم جدا، وياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لي لايك وتفرحوني بقى، عشان شجعوني بقى وفرحوني باللايكات بتاعتكم. طبعا بنحط شوية لبن، على نسيت اقول شوية لبن بنحطهم على البيض والفلفل الاسمر والملح. نحط شوية لبن، هنبتدي نعمل خطوات في كل الفراخ طبعا ونقليها، وهوريكم في الاخر بقى طعمها جميل يا جماعة جدا. هتعجبكم زي ما قلت لكم، هتعجبكم، هتعجب اولادكم، هتبتدوا تعملوها على طول، ممكن تعملوها كل مرة في الفراخ. بعد ما خلصت الكمية كلها هبتدي بقليها. تاخد لون ذهبي كده وجميل، وحطوا بقى كاتشب مايونيز واتمنى الفيديو يعجبكم، ولاقيكم في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.